مع انتشار فيروس كورونا المستجد حول العالم، عليك أن تدرك أن الإصابة به قد تؤدي إلى دخول المستشفى بنسبة تصل بين 20 إلى 30%، وإلى دخول العناية المركزة بنسبة تصل بين 5 إلى 10%. أما نسبة الوفيات من المصابين فتتراوح بين 2 إلى 7%. ينتقل فيروس كورونا المستجد عبر التقاط القطيرات التنفسية المتولدة أثناء السعال والعطاس، أو التماس المباشر مع المصاب، أو لمس أحد السطوح الملوثة بمفرزات المريض، ومن ثم لمسه الوجه، حيث تظهر الأعراض بعد مدة تتراوح بين يوم واحد و14 يوما من العدوى، وقد يكون المريض خلال هذه الفترة معديا حتى وإن لم تكن عنده أعراض الإصابة. أما أبرز أعراض الإصابة بفيروس كورونا فهي ارتفاع درجة الحرارة، السعال الجاف، وضيق التنفس. ومن المحتمل أن تصبح الإصابة بالفيروس أشد وبنسبة وفيات عالية في حال كان المريض متقدما في السن، أو يعاني من أحد الأمراض المزمنة كالأمراض القلبية المزمنة، والداء السكري، والأمراض الرئوية المزمنة، وارتفاع الضغط الشرياني، والأمراض الكلوية المزمنة، وأمراض السرطان، ونقص المناعة. ولذلك يجب التزام المنزل والتقيد التام بالتعليمات الصادرة من قبل الجهات الرسمية التي تهدف إلى منع انتشار الفيروس، والتي قد تشمل تجنب وسائل المواصلات المكتظة، دور العبادة الجماعية، كافة الأعراس والأفراح والمناسبات الرسمية، بالإضافة إلى إغلاق المدارس والجامعات واللقاءات، إغلاق المطاعم والمقاهي والاكتفاء بخدمة التوصيل المنزلي، وإغلاق كافة الأعمال غير الضرورية والعمل من المنزل إن أمكن، بالإضافة إلى طرق الوقاية الشخصية التي تحول دون انتقال العدوى بالفيروس، والتي تشمل غسل اليدين بالماء الدافئ والصابون لمدة 20 ثانية على الأقل، واستخدام المحاليل المطهرة التي تحتوي على نسبة كحول بين 60 إلى 95% لتعقيم اليدين. إن تطهير السطوح والأدوات ذات التماس المتكرر من عدة أشخاص كملحقات جهاز الكمبيوتر وقبضات الأبواب وصنابير المياه وأجهزة الهاتف المحمول، بالإضافة إلى المراحيض وما إلى ذلك، يفيد بتقليل نسبة انتقال الفيروس إليك. أما إذا ظهرت عليك أعراض الإصابة فيجب عليك اتخاذ إجراءات من شأنها عدم نقل العدوى إلى المحيطين بك، بأن تضع كمامة على الأنف والفم، وتغطي الفم والأنف بمنديل عند السعال أو العطاس، ورمي المنديل بعدها، وتعزل نفسك عمن هم حولك، وأن تلتزم بأدوات خاصة وغرفة خاصة مع المرحاض إن أمكن. وفي حال سوء الأعراض لا قدر الله يجب أن تلتمس العناية الطبية، وننوه بأنه يجب الاتصال بعيادة الطبيب أو غرفة الإسعاف قبل الذهاب. وفي النهاية اعلم أن التزام المنزل يساعد في تسطيح مخطط الوباء لتقل الحالات المصابة وينحسر الوباء، ويتمكن النظام الصحي في بلدك من استيعاب الحالات في المشافي، مع تمنياتنا للجميع بالسلامة.